نحن حقنا يضيع ويتهموننا بالإرهاب. نحن نصحو كل يوم في غزة لنلملم أشلاء أبنائنا وأطفالنا من تحت الأنقاض، ثم نتهم بالإرهاب. نحن نصحو كل يوم على فقد أم وأخا وابنا وحبيبا وصاحبا وجارا. نحن نستيقظ كل صباح على فقد عائلة مكونة من 20 و30 و40 قد مسحوا من السجلات المدنية مسحا كاملا بفعل قذائفهم، ثم يشار إلينا أننا إرهابيون، أننا إرهابيون. هكذا هم اليهود الذين يطبعوا العرب ويصفقوا على بيع فلسطين معهم اليوم.